السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ نيات مع وصفة جديدة وفيديو جديد. أول حاجة مبروك عواشركم والله يدخل عليكم هاد الشهر المفضل عند الله بالصحة والسلامة وراحة البال. اليوم جبت لكم بريوات أو سيجار مالحين بواحد الحشوة اللي هي اقتصادية وتجي بالنسمة ديال الحوت. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. عندي الشعرية الصينية، عندي زلافة المعدنوس، الزيتون مقطع خضر، الزبدة خلاص، العطرية ديال الحوت، الحامض مصير، شامبينيو معلب، الحامض أو حامضة معصرة، وعندي التوابل ديالي اللي غنذكرها معكم فاش نبغي الطهي ديال الحشوة ديالي. وعندي ستر ديال الدجاج، وعندي الصوجة، وعندي الحوت، اي حوت ديال يعني يكون النوع ديالو ابيض يعني وفيه الهبرة ممكن تضيفوه. خديت المقله ديالي كيف ما كتشوفوا وضعت فيها طرف ديال الزبده وشويه زيت العود كيف ما كتشوفوا. كنخلي الزبده ديالي تتبدا تذوب شي شويه، من بعد كنضيف عليها رويس ديال الثومه حكيتو راني ذكرتو لكم مع الحامض مقطع مصير. كنضيف ستر ديال الدجاج ديالي كيف ما كتشوفوا، يعني كناخذ الهبره ديال الستر ديال الدجاج كنقطعها طريفات صغارين، كنخليه كي يهبط شويه، كنضيف عليه البزار شويه السكينجبير والملحه ديالنا على حسب الذوق. كنبقى كنحرك الدجاج ديالي تيطلق واحد الماء تيولي شويه ناشف من الماء، عاد كنضيف المكونات اخرين. ها هو بدا كينشف وتشحر لينا من داك الماء ديالو كيف ما كتشوفوا. من بعد كنضيف الحامض مصير ديالنا، انا عندي نص حامضه، ممكن ديروا حامضه صغيره. كنضيف الزيتون ديالي كيف ما كتشوفوا، كنضيف العصير د الحامض ديالنا. هاد العصير كيعطي واحد اللذه وكينسم لينا كاع المكونات ديالنا. من بعد كنضيف المعدنوس ديالنا، انا عندي كان هنا مكونجولي، نتوما ممكن ديروا 4 المعالق او 3 المعالق، كنديروا شويه دابا وشويه باش كنبغيو نعمروها عاوتاني. من بعد كنضيف التوابل ديالي كامله، كنضيف الملحه، معلقه الهريسه حتى هي، السودانيه، خرقوم، سكينجبير والبزار ديالنا. كنحرك جميع المكونات باش تدخل بعضياتها كيف ما كتشوفوا. هاد الحشوه هادي كتجي رائعه في المذاق بحال الحشوه ديال الحوت. كنبقى كنحرك باش كندخل جميع المكونات اللي درت في المقله ديالي. من بعد كنضيف الصوجه ديالنا كاضافه اخيره. انا كنبغي المذاق ديال الصوجه يكون بزاف، فيا نكتفيو غير بجوج معالق، ولكن انا كندير حتى 3 المعالق، وعاد مازال الحشوه الاخرى غنديرها عاوتاني فيها. الحشوه ديال الشامبينيون وديال الشعريه الصينيه كنديرهم بوحديتهم.
هانتوما كتشوفوا تقريبا وجدت ليا الحشوه ديالي. بعد غناخد مقله وغندير فيها حتى هي ضربه الزبده. الحشوه ديالي الاخرى راه وجدات، كنضيف عليها شويه الزيت البلديه، كنرمي ديك الشامبينيو ديالي كيف ما كتشوفوا، كنبقى نديه ونجيبو، كنضيف عليه شويه البزار اللي بقى لي، شويه الملحه، التوابل اللي بقات لي كلها كنضيفها معاه. من بعد كنضيف الشعريه ديالي الصينيه، كنبقى ندخلها مع الشامبينيون والتوابل ديالنا اللي درناها. نتوما كتشوفوا دغيا كتظبط الحشوه ديالنا. هذه تقريبا راه هي صافي وجدات، كنخليها على جنب. الحشوه ديالي ديال الشامبينيون حتى هي غتوجد ليا. ضفت عليها التوابل ديال الحوت ديالنا، ممكن ديروا ضماد الحوت، ولكن انا كانت عندي توابل ديال الحوت. كنضيف ديك المعدنوس ديالي حتى هو كنديرو مع الشعريه الصينيه ولا الفطر. كيف ما كتشوفوا كتجي هاد الحشوه هادي رائعه. من بعد فاش يعني كنسالي هنا وهنا كنضيف ديك الحوت ديالي، لحقاش لا ضفت الحوت ديالي ديجا هو انا حشيته فران، درتو بورقه سيدنا موسى وازير وحشيته في الفران وفرتته وحطيته على جنب. غتبقى هو الاخير اللي غنديرو في الحشوه ديالي. ضفت الصوجه ومن بعد انا كنضيف الحوت ديالي. الهبرة الحوت اي نوع الحوت عندكم. انتما كتشوفوا هاد الحشوه هادي درت فيها الشامبينيون، البزار، السكينجبير، شويه الهريسه، ضفت عليها الشعريه الصينيه هانتوما كتشوفوا، وضفت المعدنوس والصوجه. ومن بعد تشحر داكشي رميت الحوت ديالي. تاكدوا كتجي رائعه هاد الحشوه هادي. من بعد ضفت الحشوه ديالي الشامبينيون والحوت مع الدجاج ديالي. وانتوما والذوق ديالكم ملي كتضيفوا الصوجه الا كان ناقص. الحشوه ديالي درتها من بعد ما درتها او بردات، ضفت عليها المعدنوس وجدت الورقه ديالي خلاص، وضفت عليها الفرماج كيف ما كتشوفوا، وكنضيف المعدنوس باش كتعطيه واحد اللون، واحد اللذه اخيره كتبقى هي الاخرى كيف ما كتشوفوا. الحشوه ديالي هي هادي، كنضيفها الصوجه، واللي بغى يزيد الحامض مقطع او الحامض معصر. انا درتها بريوات ودرتها سيكار. كنبقى على هذا الشكل غدا، كندير سيكار وبريوات على حسب نتوما شنو باغيين، الشكل اللي باغيين نتوما في البريوات او القنيطات ديالكم السيكار. كنلاقي بالبيض او بالطحين مع الماء، درت معلقه ديال الطحين وبديت كنلاقي هاد السيكار ديالي او البريوات ديالي. انا درتهم باش غادي نديرهم في الكونجيلاتور. من بعد يعني الطريقه ديال التخزين كديروه في بلاطو هو الاول حتى تديروه في الفريغو، ملي كتحس منه ملي تيشد راسو عاد كديريهم في الميكات ديالهم.
باش الورقة ديالنا ما تتلصقش بعضياتها. كنتغادى معاكم خطوة بخطوة باش تشوفوا الطريقة أو اللفة ديالي كيف ما تشوفوا. الصيغة هو كيف ما تشوفوا على هاد الطريقة هادي، كنديرو في الوسط وكنلف الجوانب من هنا ومن هنا، من بعد كنبقى نلفو باش يجينا الصدار ما محلولش، وتندير الطحين في الجوانب ديال الصدار ديالي وكيكونوا واجدين على هاد الطريقة هادي. هذا هو الشكل النهائي ديال دابا. هادو انا باقيين عندي يعني ماشي في النهاية، يعني مازال ما درتهم فراد او قليتهم، تيجيو رائعين بالمذاق. الطريقة باش تخدموا في الكونجيلاتور كديروهم على هاد الطريقة هادي، كتفرجوا الميكا كتحشيوهم فريغو، من بعد من كتشدوا راسهم كديريهم في الميكا وكتجبديهم في الوقيته اللي كتبغيهم فيها. نتمنى الوصفة ديالي تعجبكم، ورمضان كريم.